مساء الخير او صباح الخير وقت ما بتشوفوني. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. طبعا انتوا شايفين الكفتة دي كفتة مشوية. هنعملها مع بعض كده بطريقة سهلة وسريعة وسلسة. آه، لأي بنوتة لسه متجوزة جديد ممكن تعملها عادي، سهلة اوي. وممكن بدل ما تشويها على الفحم ممكن تتعمل في فرن كهرباء عادي جدا خالص. تمام. صلوا على حضرة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف هنعمل ايه. عندنا هنا كيلو لحمة مفرومة، دي احنا جايبينها جاهزة، بتتباع في أي سوبر ماركت. تمام. معلش عشان كنت بصور بإيد واحدة. عندنا بصل مبشور. تمام. انا خدت المية بتاعته خالص، صفيته، بس للأسف مش هوريكم المية. هنا بهارات كنور طبعا لخلطة الكفتة. هنا سبايسي. دي بهارات برضو عجبتني بصراحة، فقلت هحط منها شوية مع بهارات كنور. تمام. هنفضي كيلو اللحمة المفرومة في الطبق الفاضي دلوقتي. بس عايزة اقول لكم حاجة، الكفتة المشوية ممكن تعمليها بلحم ضاني، بس يكون ملبس، يعني في دهن. تمام. وممكن تكون من الفخدة او الكتف، يعني هي اماكن كتير قوي. تمام. بنشيلي منه الجلد والعروق وبتفرميه. تمام. فضينا الكيلو، هنا كيلو اللحمة المفرومة، يمكن انتوا واخدين بالكم ان هي فيها دهن منها فيها. تمام. عايزة اقول لكم بس معلومة صغيرة، ان الكفتة تختلف عن الكباب في حاجة واحدة، طريقة التتبيلة. تمام. آه، الكفتة بيضاف ليها ملح وعصير بصل. تمام. الكباب ممكن تتحط ليمون، لان الليمون بيخلي الكفتة تفك. تمام. اثناء ما انت حطها على الفحم كده ممكن تفك منك، فبلاش ليمون اصلا يعني. تمام. نيجي هنا عندنا كيلو لحمة مفرومة، عليها بصل متوسطة مبشورة ناعم جدا. تمام. بهارات كفتة طبعا، ممكن تحطي جوز الطيب لو عندك، تكون مفرومة برضو، ناعمة قصدي. هنفضل نعجن فيها او نلمها مع بعضها كده، علشان اللحمة مع البصل مع التوابل تبقى كلها ايه، عجينة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. تمام. في ناس بيحطوها في الكبة مع بعض، ده كله مع بعضه عادي ما فيهاش حاجة، بس انا بستسهل ايدي يعني. تمام. خلصناها كده، هحطها كده، اغطيها باي حاجة اللي موجودة عندك، ستريتش مارك بقى ولا او اي غطا بلاستيك. تحطيها في التلاجة حوالي ربع ساعة او نص ساعة قبل ما تصبعيها بس. هنا انا عندي المنقد دوت. طبعا في ناس تانية عندها شوايات، ده المنقد ومولعين فيه الفحم، ودي الشبكة. صبعنا الكفتة على اسياخ زي ما انتوا شايفين كده، وطلعناها من السيخ وحطيناها على الشبكة دي. بس يمكن انتوا واخدين بالكم ان احنا بنقلبها بحرص برضو علشان ما تفكش. تمام. انتوا شفتوا البقدونس اللي انا حطيته في الاخر، انا ما بضيفوش في الاول عشان الريحة تفضل زي ما هي فيها، محتفظ بريحته ورونقه يعني. تمام. هنا كده ادي الكفتة
بعد ما صبعناها وشويناها وكل حاجة، فرشنا بقدونس تحتها، وبالهنا والشفا، وألف شكر على المتابعة، ومع ألف سلامة.